المرداسي. مين اختار التحكيم؟ أنت اللي اخترته ولا التحكيم اللي اختار المرداسي؟ والله طبعا في البداية أكيد أنا اخترت، يعني اتجهت لمجال التحكيم يعني. أوكي. إيه في البداية، بس يعني كانت أشبه بالصدفة في البداية يعني. الحمد لله. كيف هذه الصدفة؟ كيف تولد؟ طبعا أنا أخوي الكبير، أخوي ممدوح المرداسي حكم، فعشان كذا يمكن تأثرت أنا منه كثير. وهو طبعا كان حكم دولي كبير على مستوى، جلس في الدولية 7 سنوات، فعشان كذا تأثرت أنا منه ودخلت مجال التحكيم. أفضل مباراة حكمتها وأنت راضي 100%؟ مباريات كثير الحمد لله، مباريات كثير مثلاً؟ يعني كثير يعني. أنا الحمد لله في دوري المحترفين إلى الآن 87 مباراة، في مباريات دولية 60 مباراة دولية، غير مباريات اللي كأس ولي العهد، الكؤوس والأشياء هذه، واللي في الدول المجاورة يعني، والبطولات العربية والخليجية. فطبعا أكيد نسبة النجاح كبيرة الحمد لله إن شاء الله. يمكن الحكم هو الأقل جماهيرية في مجال الكرة، مش صحيح. بس السعودية، العالمية ككل. صح. رضا الجمهور والإدارة من الشيء الصعب. صحيح، بالذات الحكم يعني. الحكم ما عنده جمهور، ما عنده، طبعا انا اختلف معك انه ما عنده محبين، لا عنده محبين يعني. بالذات الحمد لله انا إذا غلط من جميع الانديه يعني. إذا غلط اول ما تغلط خلاص يتركوك انسحب يعني. السجال. طبعا صح، لكن الحمد لله انا عندي في جميع الانديه يعني، في جميع الانديه بلا استثناء يعني الحمد لله محبين. اولك نار حلوه، نار بالروح جوا، مرتني فيها بلا حول وقوة، واخرك من روق اسوا، وانتني فيك بلوى، ونشتكي يا ما ولدت في الشكوى. تبزعل كل الأندية، دلالة على شو؟ لا الحمد لله، ما دام انا مزعل الجميع معناته انا عادل الحمد لله، الحمد لله يعني. راضي انك مزعل كل الأندية؟ لا انا مش، طبعا هم اللي زعلانين مش انا يعني. فرضاهم زعلهم، اذا كنت انا اسوي الشيء الصح انا ما يعنيني طبعا. رد الانتقاد لاذع، تم تشكيك في كفاءتك من قبل رئيس نادي الهلال، يعني قيل بانك يعني انه الجائزة التكريمية كأفضل يعني حكم في آسيا دليل على فشل، ما رديت؟ طبعا انا من طبعي ما ارد، سواء كان اللي انتقد امير او غير امير او مسؤول الى الان، ما ارد على احد، لانه الحمد لله عدم الرد دليل ضعف؟ لا مش ضعف، أو دليل ثقة، دليل قوة، دليل على مواصلة إن شاء الله نجاح بالجوائز هذه. وخلي اللي بيتكلم يشكك، لأنه راح يتعب بعدين معاي إنه ما تستاهل، لأن الجوائز راح تكون كثير إن شاء الله. شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي شوف الجبل واقف ولا هز تهريح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح، شوف القمر عالي ولا يمكن يطيح. لمين بتعطي كارت الأصفر في حياتك؟ الكرت الأصفر بعطيه لكل واحد قلل من فهد المرداسي. امتى بيطلع الكارت الأحمر؟ الكرت الأحمر مش خاص، الشيء هذا مش خاص لي أنا، لا في حياتك الخاصة. الكل مشجع متعصب يعني، أو دخل الأشياء الأخرى في كرة القدم، مثل التعصب، مثل حتى الأمور اللي فيها عنف. طب ندمت على أي كارت يعني استعملته في مباراة، حسيت لما رجعت حضرت مثلا فيديو أو شيء؟ لا قلت لك طبعا الحمد لله الندم ما في ندم، لكن ممكن الشخص لما يجي يشوف اللقطة اوكي هذه ما كانت تستاهل الكرت الاحمر، كانت تستاهل اقل او زي كذا يعني. اذا ظهر الميول كانت نهايه الحكم؟ مو شرط، بس شو ميولك؟ لا بس الافضل انه ما حد يعرف يعني. اوكي هذا الشيء الثاني، انا شخصيا على المستوى الشخصي صدقيني ما يعني لي اي فريق في السعوديه نهائيا، ما يعني لي فريق. الاهم عندي انا نجاحي، انا شخصيا اعتقد انه
مش مهم انه الحكم تعرف ايش ميوله، الاهم هو عمله. لما يكون في هناك يعني ردة فعل من اللاعبين من اسماء كبيره، شو بيكون ردة فعلك؟ انا شخصيا ما عندي لاعب كبير خارج الملعب على العين والراس، داخل الملعب اللاعبين سواسيه، لكن في لعيبه باخلاقه العاليه بكذا يكسب الحكم فقط بالاخذ والعطاء داخل الملعب. مثل مين؟ مو مثل مين معروف. مثل مين؟ لا شوفي يا هند، بقول اسماء، خلينا نكون منطقيين، اعطيني اسماء لا تكون دبلوماسيه. اوكي هند في لعيبه ومعروفين في انديه، جميع الانديه بتحبهم. اسماء بدون اسماء، هو لاعب واحد في الدوري السعودي. بقول لك شيء. اعطيك خيارات؟ لا تعطيني خيارات، لا تعطيني خيارات. شلهوب. انت ليش قلت الشلهوب؟ لانه انا اعرف انه الشلهوب محبوب خلاص الكل. هو قلت لك انا لاعب واحد، اوكي، لكن احنا خلينا ما دام قلت انت الشلهوب معناته انه اللاعب هو اللي يفرض احترامه على الجميع. طبعا مو معناته انه يكون عنده شيء ثاني. كيف بتكون طقوسك قبل كل مباراة؟ عندي طقوس خاصة، عندي أمور خاصة. إذا كانت المباراة هنا في السعودية أحب ليلة المباراة أطلع مع عائلتي نهائياً بعيد عن مجال التحكيم، يعني مطلع نفسي بعيد عن مجال التحكيم. أحب أجلس مع أولادي، عندي بنتي اسمها لارا عمرها 4 سنوات، وولدي اسمه عدوان على اسم الوالد يعني عمره 2 سنين، فأحب أجلس معاهم يوم المباراة. ما احب اتابع برامج، لكن زوجتك تتدخل في قراراتك التحكيميه، تنتقدك بعد لا المباريات؟ زوجتي سبحان الله عندها حس. اذا رجعت انا من المباراه، اذا رجعت من اي مباراه، هي بتشوف شكلي كذا تقول المباراه شكلها ما كانت كويسه، كذا بتعرف الوجه سبحان الله. ايه بالعكس، لما ادخل تقول ما شاء الله مبروك الاداء، يعني هي بتعرف لما انا ادخل مبسوط، بتعرف لما انا ادخل زعلان. نفس الشيء برا السعوديه. عندها ميول رياضيه معينه؟ لا نهائيا. اصلا زوجتي قبل لا اتزوجها انا ما لها في الكوره ابد، انا اللي جنيت عليها وخليتها تتابع الرياضه. انا دايم في حياتي اختياري يخصني، ما احبك او احبك راجع الكيف. طب مين له الحق انه يرفع الكارت سواء الاصفر الاحمر في وجه فهد المرداسي؟ طبعا هذا سؤال، طبعا اعتقد انه ما يستحق الشيء هذا الا شخص واحد عزيز على قلبي، وقف مع فهد المرداسي كثير من بداياته التحكيميه الى الان، خدم يعني التحكيم السعودي يوم كان حكم والآن مسؤول. طبعا هو الأستاذ الكبير الأستاذ علي الطريفي، يعني بكل أمانة هو اللي أنا أقبل أنه يرفع في وجهي الكرت الأصفر والكرت الأحمر، لكن هو الله يعطيه الصحة والعافية دائما يرفع في وجهي الكرت الأخضر. ذهب معدنك في عيني ويا عز الظلام، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي، لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب، يوم المعادن مصلحات الايام تطليها طلي. طب شو هو اطرف موقف تعرضت له في التحكيم؟ يمكن داخل الملعب كانت مباراة ودية بين نادي الرياض ونادي النصر، كانت في رمضان قبل تقريبا 9 سنوات. ايوه تقريبا ايوه. كان ذاك الوقت يلعب النجم المعتزل الله يذكره بالخير سعد الحارثي. أوكي. كان يلعب مع النصر، وكان لاعب من الرياض والله ما يحضرني اسمه صراحة الحين، لكن الكرة كانت قريبة من 18 في منطقة الجزاء، فطبعا الحكم لازم يتواجد، فأنا قربت منطقة الجزاء أكثر من اللازم، فبعد ما رجعت الكرة رجعت أنا على الخلف وأنا ما شفت اللي وراي. أوكي. لاعب نادي الرياض جاي يعني فل سفيد زي ما يقولون، فهو راجع وأنا راجع للخلف وهو جاي قدام، صادمت أنا وياه وطحت. طبعا هو أصيب اللاعب. انت ما انصبت؟ ما جابوا لك؟ لا انا طحت بسرعه وقمت، الجمهور يضحك، ومباراه الحمد لله انها مباراه وديه. فبعد كذا طلعت الكوره
اللاعب الحين مصاب، الحين انا بلشت باللاعب هذا. شو السالفه؟ حكم يصيب لاعب، اول مره هذه تصير. ولا